بيبدأ فيلمنا في المستقبل لما بنشوف الفضائيين اللي اسمهم الفارمكس وهم بيحاولوا يغزوا الأرض وبيموتوا البشر، وبيظهر بعد كده طيار وبيقرر إنه يضحي بنفسه علشان يمنع وصول الجيش الفضائي، وبينجح فعلا في ده. وعلشان البشر يكونوا مستعدين للي هيحصل بعد كده بيفكروا إنهم يعملوا معسكر، وبالفعل بيبدأوا يعلموا الأطفال ويدربوهم في سن صغير جدا علشان يبقوا يقدروا يدافعوا عن الكوكب، وكمان يكونوا طيارين وقادة جامدين قوي. وبيظهر من وسط الأطفال دول الولد السبيشال وان اللي اسمه ويندر، وده بيكون واحد من المتدربين بيعجب القائد بيه وبيهتم بيه أكتر من كل اللي موجودين علشان شايف فيه بذرة قائد كبير، وده بسبب إن ويندر شكله بجد قائد عسكري وإنه ذكي في التدريبات اللي بيعدي بيها، وكمان بيقدر إنه يكسب كل زمايله اللي معاه في التدريبات. ده غير كمان إنه ما بيكونش متكبر خالص، وكل دي صفات جميلة في واحد لما يكبر هيكون قائد. ولكن في مرة وهو في الفصل واحد من زمايله بيضايقه، فويندر بيقرر إنه لازم يخوفهم كلهم منه، وعلشان كده بيقرر إنه يوقع زميله وبيفضل يضربه في بطنه كتير قوي. وبنشوف القائد بتاعهم وهو بيتفرج على الخناقة دي وبيكون متكيف قوي من اللي بيحصل. وبعدها ويندر بيرجع البيت وبيقرر إنه لازم يحكي لأخته اللي حصل، وبيقول لها إنه ندمان علشان عمل كده لأنه ضرب الولد كتير قوي. فأخته بتحاول تاخده على قد عقله وبتقول له إن دي كانت الطريقة اللي هتخليهم يحترموك بيها. وبعدها بيدخل أخوه بيتر وبيقعد يضربه بهزار كده، وبنعرف من كلامه إنه كان في المدرسة العسكرية. وفي نفس اليوم بالليل بيروح القائد ومعاه الدكتورة النفسية والمساعد بتاعه، وبيقعد مع ويندر وبيقول له إنه هيكون قائد عظيم جدا، وبيعرفه إنه لازم يكون معاهم في رحلته للفضاء علشان يحاربوا كل الكائنات الوحشة اللي عايزين يهجموا على الأرض دول. فبيفكر ويندر شوية كده وبعدين بيقرر إنه ينضم فعلا، وبيركب صاروخ ومعاه أطفال كتير من نفس سنه، وانطلق الصاروخ للفضاء وبتبدأ انعدام الجاذبية. وبعد شوية بيوصلوا للمدرسة العسكرية بتاعة الفضاء، وأول ما بيوصل الأطفال التانيين بيكونوا رافضين وجود ويندر بينهم وشايفينه إنه عيل رخم قوي، وعلشان يعبروا عن رفضهم ليه بيسيبوا له آخر سرير بعيد عنهم. ولكن ويندر بيشوف إن كل الكلام ده تافه وما بيحطش في دماغه خالص، وبيروح بعدها لمحاضرة وبيشوفوا فيها فيديوهات للانتصارات البشرية على الفارمكس في آخر معركة بينهم. وبيشوف القائد وهو بيضحك وبيقول عليا وعلى أعدائي، وبيدخل بسفينته في سفينة الفضائيين علشان يدمرها، وبيموت هو كمان معاهم. وبيقوموا كلهم وبيسقفوا ما عدا ويندر لأنه كان مركز في الفيديوهات علشان يحللها ويفهمها. وبياخدوا القائد لمكان فيه انعدام الجاذبية علشان يتدربوا، وبيطلب من ويندر إنه يدخل الأوضة الأول. فبيخاف ويندر في الأول بس بعد كده بيدخل وبيمشي فيها وبيتعود كمان على قلة الجاذبية. وبنشوف بعد كده حد من زمايله معاه، ودي بتكون بنته وبتتعود معاه بسرعة على انعدام الجاذبية. وبيجربوا هما الاتنين الأسلحة اللي أخدوها وبيبدأوا يضربوا بيها، ولكن بعض الأسلحة دي بتعطل البدل بتاعتهم وممكن تشل حركتهم. وبعدها كل الطلبة بيقولوا لهم إنهم هيواجهوا فرق تانية قوية قوي، وبيشرح لهم إن كل إصابة بنقط معينة بتتجمع مع بعضها، ولكن لو أي فرد فريق دخل البوابة بتاعته الفريق التاني بيكسب مهما كان عدد النقط للفريق التاني. وبيكمل ويندر تدريب مع زمايله على حاجات تانية زي مادة الفيزياء والكونغ فو، بس كان شايف إن أصعب حاجة كانت إنه إزاي يقدر يفهم الكائنات دي وإزاي هما بيحاربوا. وساعتها أخته بتكون وحشاه فبيقرر إنه يبعت لها رسايل، ولكنه لاحظ حاجة غريبة قوي، وده لأنه بقاله كتير قوي بيبعت رسايل لأخته ومحدش بيرد عليه خالص. فبيقرر يروح للقائد وبيروح له فعلا وبيقول له إن أخته مش بترد عليه، فهل هما بقى مانعين الرسايل؟ فبيرد عليه بكل برود إنهم فعلا مانعين أي رسايل توصل، وكل ده طبعا علشان مصلحتهم. وبعدها القائد بيسيبه وبيمشي وبيحاول يفهم من المساعد أكتر، ولكنه بيتعصب عليه هو كمان وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بنشوف زمايله في الفصل وإن ويندر بدأ يتصاحب عليهم أكتر وبدأ يأثر فيهم ويخليهم يمشوا وراه، وكون صداقات مع كل اللي موجودين. وبنشوف بعد كده لعبة موجودة على التابلت اللي معاهم، واللعبة دي بتكون عبارة عن فار بيكون عايز يشرب وقدامه اختيارين، الاختيار الأول مسموم والتاني مش مسموم، وكلهم بيفكروا ازاي يكسبوا في اللعبة دي. وبتكون اللعبة مربوطة بسيستم معين مع القائد والدكتور النفسي، واللي من خلالها بيعرف ايه ردة فعل الطلاب وسلوكهم. ولكن ويندر بيعمل حاجة محدش عملها قبل كده، وهي انه بيهجم على الوحش اللي موجود في اللعبة، وده بيخليهم يستغربوا خصوصا القائد، وكل شوية بيتأكد انه قدام قائد المستقبل. وبعد كده القائد بيقرر انه لازم يبعت ويندر لفريق اقوى واكبر من الفريق اللي هو موجود فيه علشان
علشان كده بيبعتوا لفريق اكبر، وبيكون برضو الواد الرئيس اللي هناك مش طايقه، ولكن ويندر بيشوف بنت هناك وشكله كده بيعجب بيها، ولكن قائد الفريق بيقول له انه ساعة المعركة ما يظهرش خالص، وده لانه هو لو حارب كلهم هيخسروا. وساعتها ويندر بيتضايق جدا من كلامه، ولكن البنت اللي هو معجب بيها دي بتقول له ما يزعلش، وبتاخده وبتبدأ تعلمه على كل الأسلحة اللي موجودة، وكمان بتدربه علشان لو دخلوا معركة يقدر يدافع عن نفسه. ومع الوقت الاتنين بيكونوا أصحاب قوي، وشكلهم كده هيحبوا بعض كمان. ولما قائد فريقهم بيرجع بيشك فيهم انهم كانوا بيتدربوا، فويندر بياخده على جنب كده علشان يقول له كلمتين، وبيقول له ان القائد الحقيقي مستحيل يكون مغرور، ولازم يكون متواضع، وان التكبر ده ممكن يودي الفريق كله في داهية. ولكن قائد الفريق ده بيقول له مش عيل زيه اللي هيعلمه يعمل ايه. وبعد كده بيكون عندهم معركة، والقائد بتاع الفريق بيحط التشكيلة، وبيكون ويندر واقف برضه ولا كأن ليه لازمة في المعركة، وكان واقف يتفرج وبس لحد ما بتبدأ المعركة. وفجأة بتتصاب البنت اللي هو معجب بيها، فبيقرر ويندر ساعتها انه لازم يدخل المعركة، وبيدخل فعلا وبينقذ البنت واللي معاها. وكمان مش بيكتفي بكده، ده بيقرر انه لازم يهاجم الفريق التاني ويكسب فريقه، وعلشان كده بيعمل خطة ذكية جدا، وبيمثل انه حصل له حاجة او اتشل، وبيدخل مقر الفريق التاني، وبكده فريقه بيقدر انه يكسب. ولكن لما المعركة بتخلص الواد القائد ده بيعاقبه وبيضربه في بطنه علشان ما سمعش الكلام من الاول، وبيقول له انه مستحيل يخالف التعليمات تاني. ويندر ما بيقدرش ينام بعد كده من الضربة دي، وبيقرر ساعتها انه يفتح اللعبة ويلعبها شوية لحد ما خلى الفار يضرب الوحش ويقتله كمان. وبتظهر له قلعة كبيرة، وبتظهر اخته كمان، وقدامه طريق للقلعة دي لحد ما اخته بتدخل جوه، فبيدخل هو كمان القلعة وبيشوف سجاد على الارض، وفجأة بيتحول لتعبان كبير وبيقتل اخته. وبيكون موجود كور ذهبية، وبيكون موجود اخوه بيتر جواها، واخوه بيقول له مبروك يا ويندر انت بقيت قاتل خلاص، ايه كل العبث اللي بيحصل ده. وبعد كده بنشوف القائد مع الدكتور النفسي، وبيطلب منه توضيح للي بيحصل ده، فبيقول له ان كل الالعاب والخيال ده عبارة عن العقل الباطن لويندر، ودي كل المشاعر اللي هو حاسس بيها وممكن يكون شايفها في تفكيره كمان. فالقائد بيقول له ان ويندر يتشال خالص من اللعبة دي. وبعدها القائد بيعرف ان عدد جيش الفضائيين بيزيد، وانه لازم يتصرف بسرعة، فبيخلي ويندر قائد لفريق جديد، وهو شايف انه بقى يصلح لكده. ولما بيروح ويندر لفريقه الجديد بيشوف انهم كانوا الاطفال اللي معاه من اول الرحلة خالص، فبيبدأ انه يسمع منهم ويعرف ايه الخطط الجديدة اللي في افكارهم، وبيكون متواضع جدا معاهم. وبعد كده بيبدأوا تدريب عالي قوي، والقائد بيشوفهم وبيشوف انهم شاطرين قوي، ولكنهم عايزين اختبار فعلي بقى، فبيقرر انه يدخلهم معركة مع اقوى فريقين. وبيروح ويندر يصحي زمايله علشان الحرب اللي هم داخلينها، وبيبدأوا يجهزوا كلهم وبيروحوا لمكان المعركة. وكل ده والقائد مستني ايه اللي ويندر وفريقه هيقدروا يعملوه، ويا ترى رهانه هيكسب ولا هيخسر. ولما بيوصلوا بيلاقوا البوابة مفتوحة، ودي حاجة مش بتطمن ويندر، فبيحترس شوية وبيقول لزمايله يخلوا بالهم لحد ما بيظهروا الفريقين، وبيحصل عليهم ضرب نار من كل ناحية، وهم مش عارفين ايه الاتجاه اللي العدو بتاعهم قاعد فيه. لحد ما بيقدر ويندر بعد شوية انه يحدد مكان ضرب النار، وبتجيله فكرة انه لازم يوصلوا للبوابة اللي هتخليهم يكسبوا، فبيقرر انه يعمل هو وفريقه نظام العجلة ويزقوا بعض لحد ما يقدروا يوصلوا، او واحد منهم على الاقل يوصل للبوابة ويكسبوا كلهم. وفعلا بينفذ الخطة وبيكسب فريق ويندر. وبيروح الواد الاصفر ده لويندر وبيحاول انه يتخانق معاه، ولكن ويندر بيدافع عن نفسه وبيضربه برجله وبيوقعه على راسه وبيغمى عليه، فبياخده بسرعة للمستشفى وبتكون حالته حرجة جدا. وبيحس ويندر بعدها بالذنب وبيقرر انه لازم ينزل الارض، وبيروح للقائد وبيقول له على اللي عايز يعمله، ولكن القائد بيرفض ان ويندر ينزل الارض. وساعتها ويندر بيتأكد ان كل اللي يهم القائد انه يكسب الفضائيين، ومش همه اي حاجة غير كده. ولكن ويندر بيقرر انه هيستقيل وانه مش هيتدرب تاني. وساعتها القائد بيقرر انه ياخده وينزل الارض لاخته، وبيقعد القائد مع اخته وبيقول لها انها لازم تقنع ويندر انه يحارب الفضائيين، وانه لازم يكسب كمان علشان كل البشر. وبالفعل اخته بتروح وبتقول له الكلمتين دول، وويندر بيقول لها انه كان بيكسب في المعركة بتاعتهم علشان هو كان عارف الفريق اللي قصاده بيفكر ازاي، انما دلوقتي هو مش عارف الفضائيين بيفكروا ازاي، فازاي بقى هيحاربهم وهيكسبهم كمان. ولكن بتقنعه اخته انه لازم يحاول تاني وما يستسلمش ابدا قدامهم، فبيقرر انه يسمع كلامها ويرجع
يرجع مع القائد تاني للفضاء. ولما كانوا في الطريق ويندر بيقول له انه هيرجع معاه ولكن بشرط انه يكلم اهله في الوقت اللي هو عايزه، فبيوافق القائد. وفي طريقهم للرجوع بيبعدوا عن مكان المعسكر بتاعهم، فويندر بيستغرب من اللي بيحصل. فالقائد بيقول له انهم رايحين القاعدة العسكرية على كوكب الفضائيين دول اللي لما حاربوهم من 27 سنة قدروا ياخدوا المكان ده منهم. فويندر بيسأله طب والفضائيين راحوا فين؟ فرد عليه وقال له انهم راحوا لمكانهم الام والقاعدة بقت بتاعة البشر. فبيسأل ويندر تاني طب ليه مش بتسيبوهم في حالهم وخلاص ما دام مشيوا؟ فالقائد بيقول له ولا انت شكلك عبيط على، ولكن برضو انا هقول لك السبب، علشان يا سيدي في المستقبل ما يحصلش اي هجوم على الارض، وعلشان كده لازم نخلص منهم خالص للابد. ولما بيوصل ويندر تاني يوم بيصحى وبيلاقي راجل شكله غريب بيصحيه، وبيكون شكله مخيف وجسمه كله مليان بالوشوم، وبيقول له ان هو دلوقتي المسؤول عن تدريبات ويندر، وانه لازم يتعلم كل التشكيلات وكل حاجة عن الاسطول بتاع الفضائيين. وبنعرف ان ده هو الركام اللي كان هجم على الفضائيين، واللي المفروض انه ضحى بحياته هو وفريقه علشان البشر وعلشان يحموا الكوكب. وبيوري الويندر فيديوهات من الحرب اللي كانت حصلت ما بين البشر والفضائيين، وبعدها بياخده وبيدخله اوضه بيكون فيها باقي الفريق بتاعه، وبيكون موجود رشاش بيضرب اكتر من 500 طلقه، والفريق بيكون بيجهز لهجوم على اسطول الفضائيين، وبيعملوا كمان طيارات من غير طيار وبيخلوها تروح ناحيه الاسطول. ولما الفضائيين بيشوفوا الطيارات دي بيبداوا يضربوهم بالرشاش وبيفرتكوا الاسطول البالونه ده. وبنعرف ان الموضوع كله عباره عن محاكاه، وفي نفس الوقت كان طعم وخطه ذكيه. وبعدها بيحتفلوا كلهم بالانجاز اللي حققوه، وبيبدا ويندر يعرف يوم ورا يوم عن المحاكاه اكتر وعن الفضائيين اكتر، لحد ما بيستغرق الموضوع وقته كله لدرجه انه مش بينام، علشان بعد كده تحصل المفاجاه الكبيره. ولما كان بيعمل تشكيل في مره كده بسبب قله نومه بيفقد مركب مهمه جدا في الاسطول البشري، وده اللي بيخلي القائد وكل اللي موجودين يتعصبوا عليه. وبعدها القائد بيقول له ان بكره اخر يوم للمحاكاه اللي هيعملها، يا اما بقى هينجح ويبقى قائد عظيم، يا اما مش هيكون ليه مكان على القاعده العسكريه. وبيفضل ويندر طول الليل صاحي وخايف ينام وبيفكر في اللي هيحصل بكره لحد ما تبدا المحاكاه. واخيرا بتبدا المعركه، وبيروح ويندر بالطيارات اللي من غير طيار ومعاه الرشاش كمان، وبتبدا الحرب على الاسطول الفضائي، وبيخلي الطيارات تروح ناحيه الفضائيين لحد ما الرشاش بتاعه يشحن ال 500 طلقه. وفعلا الفضائيين بيروحوا ناحيه الطيارات، وبيبدا هو يموت كل الفضائيين دول بالمدفع بتاعه، وبيكون فاكر انه كده خلاص كسب. ولكن بتحصل حاجه غريبه جدا، لاننا بنشوف فضائيين تانيين بيطلعوا من كل مكان وبيكونوا عايزين يهجموا على الاسطول البشري. وساعتها ويندر ما كانش عارف يعمل ايه، فبيرجع الطيارات بسرعه علشان يحموا الرشاش. والقائد بيقول له انه لازم يقرب اكتر علشان يضرب الكوكب كله ويدمره. وبيفكر ويندر في الفكره دي، ومع كل العدد ده بيقرر انه ينفذها، وبيخلي الطيارات تحمي الرشاش لحد ما يشحن ويقرب من الكوكب اكتر لحد ما بيضرب الكوكب نفسه. وساعتها بيظهر بحر دم على الكوكب كله وبيتدمر الاسطول الفضائي. وبيفرح ويندر وبيحتفل، ولكنه بيلاحظ حاجه غريبه جدا، وده لانه بيشوف القائد مش فرحان خالص، فبيروح علشان يساله. وهنا بياخد الصدمه لانه بيعرف ان كل المحاكاه دي كانت حقيقيه، واي محاكاه قبل كده برضه كانت حقيقه. وساعتها بيستحقر نفسه جدا لانه قتل العدد الكبير ده من الفضائيين. وبيواجه القائد وبيقول له انه كان ممكن يسيبهم عادي، وان الفضائيين ما كانوش اساسا عايزين يهجموا على الارض، وبيقول ان هم كانوا عايزين يعيشوا حياتهم عادي من غير ما حد يجي جنبهم. وفي وسط الخنقه اللي هو فيها دي بيقرر انه يلعب لعبه الفار، ولكن بتيجي في باله حاجه غريبه جدا، انه طول الوقت ده كله ما كانتش اخته اللي في القلعه، ولا كان ده هلاوس ولا عقل باطن، دول كانوا الفضائيين وعايزين يوصلوا له علشان ينقذهم. فبيقرر انه يروح للكوكب بتاعهم، وبالفعل بيركب السفينه وبيروح وبيلاقي فعلا القلعه اللي هو شافها قبل كده، وبيشوف كمان كل الكور الذهبيه، وبيلاقي اخر واحده من فصيله الفارماكس اللي بتقول له انها عارفه ان هو اللي قتل كل الكوكب بتاعها، ولكنها قررت تسامحه لما شافت في عينيه دموع الندم. وبتشاور له على بيضه بتاعتها فيها المولود بتاعها، وبتقول له انه لازم ياخدها ويحافظ عليها علشان السلاله تكمل والفارماكس ما ينقرضوش. فبيوعدها ويندر وبياخد البيضه وبيقول لها انه هيعمل كل اللي هيقدر عليه، وبيركب السفينه وبياخد البيضه لمكان بعيد في المجره علشان يقدر يرجع سلالتهم تاني زي ما كانت موجوده. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اشوفك بقى صديقي في فيلم جديد وحدوته جديده. سلام.